الله الرحمن الرحيم. سعيد السعداني، الناطق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وعضو جامعي أيضا. دونك بعد ما تكلل الموسم الفريط بنجاح كبير وحققنا فيها كاع الاهداف، بحيث تمت مجموعه ديال الدورات التكوينيه لا على مستوى التدريب ولا على مستوى التحكيم، بالاضافه الى الانشطه الوطنيه، البطوله الوطنيه، بطوله كاس العرش للفرق وكذلك البطوله الفرديه. فهذه السنه ان شاء الله بدينا بدوره تكوينيه الحكام المغاربه باش يحصلوا ان شاء الله على الشاره ديال حكم فيدرالي، بعد ما حصلوا على الشاره بطبيعه الحال ديال حكم وطني. ان شاء الله هذا غادي يعزز لنا الترسانه ديال الحكام اللي ديال الحكام على مستوى التراب الوطني، باش ان شاء الله في السنوات القادمه يكون عندنا الاطر الكافيه لانجاز اي دوره، اي دوري، اي بطوله، اي نشاط في هذا المستوى الكبير، وبالتالي اننا نرفعوا من المستوى من العدد ديال الحكام المغاربه المؤهلين. هاد الاخوان هادو اللي هما العدد ديالهم تقريبا 20 حكم يجتازون حكم للحصول على الاشاره ديال حكم فيدرالي. ففي القريب في هذا الموسم ان شاء الله ممكن انهم يجتازوا مباراه الولوج للحصول على اشاره ديال حكم دولي ان شاء الله. هذه الدورة التكوينية الدولية هي بطبيعة الحال من تأطير الحكم الدولي الكبير والمعروف على الصعيد العالمي السيد المهدي عبد الرحيم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو هذه الدورة أيضا هي معتمدة من طرف الاتحاد الدولي للشطرنج. فمن بعد هذه الدورة بطبيعة الحال هي كاينة دورة كبيرة، حدث يليق بالمغرب، وهو دورة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، اللي تقريبا حاضرين فيه مجموعة ديال الدول، وعدد اللاعبين المسجلين لحد الساعة يفوق 650 لاعب. دونك هو حدث كبير جدا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا ويدوز في احسن الظروف واحسن انجاز يكون ان شاء الله على اللعابه المغاربه باش يحصلوا التصنيف ديالهم في الاتحاد الدولي. فأقيمت السنة اللي فاتت أقيمت وحدة، وهذه السنة أقيمت هذه الوحدة. البداية ديال هذا الموسم الفريط دارت وحدة، هذا الموسم هذا راه بدينا بوحدتين. شكرا، بارك الله. اسمي مهدي عبد الرحيم، محاضر دولي من دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للشطرنج، مستشار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج. ويشرفني أكون موجود في الدورة تأطير الحكام المغاربة والتي بدت من 2 غشت إلى 6 غشت، واليوم يوم امتحان. طبعا المحاضرات كان محتوي عدة محاور رئيسية، فيها منها أنظمة كسر التعادل، والقانون الشطرنج بشكل عام، قانون الشطرنج السريع والخاطف والكلاسيك، وأيضا الألقاب الدولية الخاصة للحكام واللاعبين، وأنظمة كسر التعادل والتصنيف الدولي، كيفية الحصول على تصنيف جديد اللاعب. فطبعا في النهاية تكلمنا آخر يوم كان موضوع ظاهرة الغش، كيفية مكافحة ظاهرة الغش من خلال اللاعبين اللي يستعينون بالأدوات يؤهلهم إلى حصول نقطة غير شرعية أو غير مستحقة على آخرين أقوى منهم. فتطرقنا لهذه الأمور. واليوم اليوم الأخير في امتحان تحديد المستوى والتقييم، من يجتاز نسبة 80% من الامتحان يتأهل للحصول على شارة حكم فيدرالي إن شاء الله تعالى. الأسئلة كانت عبارة عن 30 سؤال متنوع على جميع المحاور اللي تحدثنا في الدورة، وعدد المشاركين والمشاركات بشكل عام 20 دارس ودارسة. ونتمنى في النهاية التوفيق للجميع، وأشكر الجامعة الملكية المغربية برئاسة أخي العزيز مصطفى أمزال الذي دعاني لهذه الدورة، وأشكر صديقي وأخي أستاذ عكور عبد الفتاح عكور
ومساعد لي في الدورة، ولا سهل لي أمور المحاضرات. وأشكر جميع من تعاون معي في نجاح هذه الدورة، وأشكر رجال الصحافة والإعلام اللي دائما موجودين ويغطون هذا الحدث، ونشكر الجميع وبارك الله فيكم، ونشوفكم إن شاء الله في دورات قادمة. والله يا أجواء ممتازة، والله من ناحية التسهيلات كل التسهيلات موجودة، والتعاون جميع الأخوة الموجودين سواء داخل الجامعة الملكية المغربية وأصدقاء آخرين خارج الجامعة، وأيضا الدارسين سهلوا علي أمور المحاضرات من خلال أسئلتهم الواقعية على الدروس والمحاضرات اللي أخذوها. فكان إحساس ممتاز أن في تجاوب كبير، في تفهم في الأمور، يعني استفادوا من المعلومات. وهذه الفكرة الأساسية والهدف الأساسي أن يستفيدوا بالمعلومات بغض النظر عن نتيجة الامتحان، لأن الامتحان ممكن يتكرر على مدى سنة عدة مرات ويخشوا فيه، لكن أهم شيء الاستفادة عن المعلومات الموجودة. فالحمد لله يعني كانت الاستفادة أهم من الامتحان نفسه، يعني الحمد لله.